النهارده لو نفسك في سينابون او ولادك نفسهم فيه مش هتشتريه من بره تاني. هنعمله في البيت بمقادير بسيطه جدا. اول حاجه هنعمل مع بعض هنا صوص الجبنه بتاع السينابون. نص كوبايه من السكر، وحطيت كوبايه من الحليب البودر، وكمان نص كوبايه من الميه المغليه، ومعلقه زبده، واربع معالق او 3 معالق جبنه كريمي. اي جبنه تحبيها موجوده عندك متوفره، حطيها جبنه نستون او الجبنه كيري. اضربه بالهاند بلندر وبيبقى بالشكل القوام ده، وكمان نقطتين من الفانيليا. يبقى كده خلصنا صوص الجبنه بتاع السينابون. هركنه بقى على جنب ونعمل نشوف مقادير السينابون بتاعتنا. معايا كده الا ربع من الدقيق، وهحط هنا كيس من البيكنج باودر الكيك شيف، ومعايا معلقه من الخميره الفوريه، وكمان 4 معالق من السكر حبيبات بحطهم، ورش ذرة من الملح. وكمان انا كده كنت هنا بكمل السكر، و3 معالق من الحليب البودر. بيدي قوام ونعومة وهشاشة للعجينة بتاعتي، بتبقى حلوة جدا. وحطيت 4 بيضات من تكون بدرجة حرارة الغرفة. ومعايا كوباية من الحليب. أنا هعجن طبعا بإيدي، لو عندك عجان اعملي في العجان. أنا طبعا حبيت أسهل عليكم اللي ما عندوش عجان. ومعايا 75 جرام من الزبدة المذابة. بفضل أعجن لغاية ما أحصل على القوام ده. سيبها تختمر وبقت بالشكل ده، ملمسها يكون ناعم كده. بقطعها لجزئين، وابتدي افرد اول جزء بالنشابه، واكون محضره طبعا عندي هنا زبده سايحه كده في بوله، وكمان سكر بودر وقرفه. وطبعا برش العجينه بتاعتي، النص اللي انا فردته على ال على قطعة السينابون العجينة، والفها رول. طبعا بس دوت كنت فاكرة ان انا بصوره اتحذف من المقطع. قطعت بالسكينة قدامكم او باي قطاعة، وكمان كنت بقطع هنا بالخيط زي ما انتوا حابين الشكل اللي انتوا مستريحين ليه، تقطعوا بالخيط او بالقطاع. دخلتها لغاية لما اختمرت طبعا تاني مرة في الفرن بره حوالي نص ساعة، وبعد كده دخلتها الفرن بقت بالشكل اللي انتوا شايفين. نحط عليها الصوص، وبقى احلى سينابون تقدميه من ولادك بالف هنا. يا رب اكون قدرت اوصل لكم لو معلومه صغيره. اتمنى طبعا لايك منكم واشتراك، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.